اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما انتم شايفين كده من غير أي مقدمات، احنا عملنا مع بعض النهاردة القرص الطرية الفلاحي. حاجة كده فاخر من الآخر. احنا عملناها من عجينة واحدة، عملنا 3 أنواع. احنا طبعا عارفين ان القرص دي بناكلها في أي وقت، ممكن صبح، ممكن عصر، ممكن ليل، في أي وقت مع كوباية شاي بتطلب معانا كده، صيف أو شتاء بتطلب معانا كده بنقوم نعملها. طبعا مفيش استغنى عنها خالص وكلنا بنحبها. وبنحب ريحة السمنة البلدي فيها كده زي ما احنا متعودين. عملنا بالعجوة وعملنا القرص السادة وعملنا بالملبن. العجوة دي اللي هي التمر، احنا بنجيبها من عند العطار وبنحط معلقة سمنة كده وبنهرسها كده بمعلقة السمنة، بتدينا النتيجة اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. والملبن نفس الطريقة عند العطار، كل حاجة دي موجودة عند العطار. لو مش حابة تعملي بالملبن او العجوة هتسادة، مش هتقول لا، تحفة، هي اصلها سادة. بس احنا قلنا نجرب بقى بالعجوة والملبن كده، بس كانت خرافية. زي ما انتوا شايفين كده حاجة قطنية وهشة والله، وبأقل المقادير. احنا كان عندنا شوية لبن كده رابوا معايا، فقلت بقى ما بديهاش نعمل حبة قرص طرية. قبل ما نخش على الطريقة والتحضير والمقادير، ما تنسوش تصلي على الرسول، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا 3 كوبايات من الكوبايات المعيارية اللي هو مج الشاي العادي، لبن رايب دافي. لبن رايب، لو عندك لبن وعايزه وما عندكيش رايب وعايزه تعملي، ممكن تحطي له معلقه خل كده بعد ما بتدفيه وبتسيبيه ل10 دقايق، بتلاقيه راب معاك، مفيش اي مشكله. معايا 3 كوبايات من اللبن الرايب، ومعايا هنا باكت من الخميره، ومعايا معلقتين كبار من السكر. ده اول حاجه، دوبت الخميره مع السكر مع اللبن الرايب، وبعد كده نزلت بالدقيق. اللي انا معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وانا هحط الدقيق هنا على مرتين. هشوف طبعا في دقيق بيمتص السوائل وفي دقيق لا، على حسب الدقيق اللي عندك. فاحنا نعمل ايه، نحط على مرتين. وبعد كده معايا معلقتين من القشطه البلدي، نزلت بالدقيق وعلى مرتين ولميته كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده نزلت بمعلقتين القشطه البلدي اللي هو وش اللبن، لو مش متوفرين مفيش اي مشكله. وبعد كده نزلت معايا كوبايه الا ربع سمنه سايحه، السمنة البلدي. معايا كوباية الا ربع سمنة سايحة، سمنة بلدي، اللي هي السمنة البيضة، اللي هي الجاموسي اللي هي البيضة. وبعد كده هلم كل العجين ده، هتتقطع معايا بس مع استمراري في العجن هتتلم معايا وهتبقى تحفة. هتبقى زي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده، هتبقى عجينة قطنية كده وهشة وتحفة. وبعد كده هغطيها كده بكيس تلاجة وهسيبها تخمر لمدة ساعة، ساعة الا ربع. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، هي بتتكلم عن نفسها. مش محتاجة اي كلام طبعا، عشان احنا الجو حر ما خدتش معانا حاجة واختمرت معايا. بعد كده ههبط العجينة زي ما انتوا شايفين كده، هلم العجينة على بعض. وبعد كده معايا هنا صينية تكون بتخش الفرن، اي صينية عندك. وبعد كده دهناها دهنة سمنة خفيفة. وبعد كده بجيب حتة العجينة على قد ايديا كده والمها بهجة زي ما انتوا شايفين كده، وافضل اقفل في العجينة. وبعد كده هفضل افرد وهي على ايدي، ممكن افردها في الصينية. هوريكم الحالتين دلوقتي، احنا مش هنقف على حاجة. الصراحة كانت زي ما انتوا شايفين كده، مش هي بتتكلم عن نفسها بصراحة. وهخلص كل الكمية زي ما انتوا شايفين دلوقتي، وهنشوف عملناها كده بالعجوة ازاي، وعملناها بالملبن ازاي. ممكن تعمليها بسمسم، ممكن تعمليها بسكر زي اللي احنا بنشتريها من بره، سكر وسمسم، مفيش اي. شكلي العجينة بقى على كيف. وبعد كده خلصت اول صينية وانا بفرد العجين دي قرص سادة اول حاجة. وبعد كده معايا هنا 4 حتت كده انا مكوراهم من العجوة، ومعايا نفس مع زيهم ملبن. وهفضل افرد العجينة كده وافرد عليها حتة الملبن، شايفين؟ معلمة. وبعد كده هفضل الم زي كده زي البهجة، كلنا طبعا ستات شاطرين. وهفضل اقفل كده، وبعد كده افردها في قلب الصينية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والله انا عملت القرص دي بالليل، انا خلصتها الساعة 5 الفجر. كان الفجر بيأذن وانا كنت والصواني كانت في الفرن. بس بصراحة بناكلها احنا بناكلها في الشتاء وفي الصيف، في اي وقت، ساعة العصارة، ساعة الصبح، بالليل، في اي وقت. احنا القرص دي ما نقدرش نستغنى عنها، لا شتاء ولا صيف بصراحة يعني.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين طبعا احنا قفلنا وخلاص خلصنا كده كل الكمية. كيلو الدقيق طلع لي 36 قطعة، بصراحة حاجة كده خرافية. مع كوباية سمنة وكيلو دقيق وثلاث كوبايات من اللبن الرايب، انسي بقى، هتعملي كمية تحفة. وبعد كده خلاص انا خلصت كل الكمية، وجبت فوطة نظيفة وغطيتها كده وسبتها مكانها لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع. زي ما انتوا شايفين كده طبعا في فرق كبير. اختلفت معايا طبعا. العجوة اللي ظاهرة دي ده شيء طبيعي، ما تقلقوش خالص، هتختفي مع الفرن، ما تقلقوش، ولا مش هطلع بره ولا اي حاجة. شايفين في الفرن بسم الله ما شاء الله، هي الصواني بتتكلم عن نفسها بصراحة. تحفة، يعني بصراحة حاجة فاخر من الآخر. بحطها على درجة حرارة 180، وبعد كده بتنتفخ معايا زي ما انتوا شايفين، وبتاخد لون. وبعد كده بوطي الفرن فوق وتحت وبسيبها بقى تستوي معايا براحتها. شايفين كده حاجة قطنية وحاجة تحفة، هي بتتكلم عن نفسها. لو عايزة تعمليها سادة مفيش اي مشكلة، عايزة تعمليها بسمسم مفيش اي مشكلة. العجينة دي هتنفع معاكي في كل الاحوال بصراحة. العجينة بصراحة بهرتني والله، بصراحة القرص طلعت تحفة. جربوها بالطريقة دي ومش هتندموا وهتدعولي. لو وصلت لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.